مريض جدا. جوزي عيان، والدكاترة قالوا ان هو محتاج عملية كبيرة قوي، وانه في ظرف اسبوعين لو ما عملش العملية دي احتمال كبير ان هو يموت. هو محتاج الدهب بتاعي عشان يبيعه عشان يعمل العملية. بس انا مش عارفة، محتارة. اديله الدهب ده ويعمل العملية ويا عايش يا مات، ولا اخلي الدهب ده لولادي؟ هم اولى بيه عشان اعرف اربيهم واطلعهم لو هو جرى له حاجة. لا انا مش واطية، لا انا مش قليلة الاصل، انا مش وحشة، انا ما شفتش معاه يوم حلو. انا ما فيش مرة كان نفسي في حاجة وهو جابها لي. ما فيش مرة عياله كان نفسهم في أكلة حلوة ولا هدمة حلوة وهو جابها، وكان بيبقى معاه، كان بيبقى معاه فلوس، وما كانش بيحن علينا ولا بيجيب لنا حاجة. دلوقتي لما بقى محتاج لي أديله كل اللي حيلتي، وجايز يموت، جايز ما يقومش منها. ولو قام يعني ايه اللي هيحصل؟ هيتغير؟ هيبقى راجل جديد؟ هيعوضني انا وولاده عن كل اللي فاتنا؟ انا مش عارفه. انا مش وحشه، انا ست مش وحشه، بس انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف. الحقيقة ان انا لقيت المشكلة دي على جروب من الجروبس المفتوحة على الفيسبوك، والحقيقة ان المشكلة دي مجرد ما اتكتبت كانت كل الكومنتات رجالة وستات بتهاجمها ويقولوا لها في ايه يا ستي، ده لو كلب هتديله وتساعديه، ده لو مش عارفة ايه، وكان في هجوم غير طبيعي على الست دي. وانا من اول الناس اللي قلت ايه القساوة دي؟ معقول واحدة عاشت مع واحد سنين وبقى في بينهم عيش وملح، حتى لو مش حب، حتى لو هو حد قاسي، وبقى في على الأقل بينهم تعود، ممكن تفكر لحظة إن هي تنقذ حياته أو لأ؟ ده لو حد غريب وجي يستلف منك فلوس هتديله عشان ينقذ حياته. وبعدين لما قعدت افكر تاني كده قلت طب هو ازاي حد يفضل عمره كله ما بيديش حب، ما بيديش اهتمام، ما بيديش رعاية، وفجأة يجي طالب من الناس اللي حواليه ان هم يدوله كل الحاجات اللي هو ما اداهالهمش. دايما بنتكلم عن عقوق الابناء وازاي ان ممكن ابني يكون قاسي على اهله، بس في الحقيقة ان كمان في اهالي بتكون قاسية قوي قوي على ولادها، ويجوا بعد سنين كتير قوي لما يكونوا محتاجين لولادهم مش هيلاقوهم عشان هما ما ادوهمش حاجة، الا بقى من رحم ربي. الا بقى لو هو الابن ده بار، فهو حظك ان هو يكون حنين عليك، بس مهما بقى حنين ومهما اداك مش هيديك من قلبه، مستحيل. فخلينا نبقى عارفين ان كل حاجة بتزرعها انت هتحصدها. لو بتزرع فرق معاملة وحشة بين عيل وعيل هتلاقيه، لو بتزرع عدم اهتمام هتلاقيه، لو بتزرع أنانية حبك لنفسك بس هتلاقيه، لو بتزرع تفرقة هتلاقيها. مفيش حاجة بتتنسي ومفيش حاجة بتروح، والدنيا دوارة، ومهما كنت معاك فلوس أو صحة مسنود عليها دلوقتي بيجي وقت وتتكسر وتكون محتاج للناس اللي حواليك. يمكن دي مشكلة كانت غريبة شوية، ولو أنا مكانها أكيد كنت مش هعمل كده، ولكن هل انتوا معاها ولا لأ؟ هل هي بتفكر صح ولا غلط؟ هل هي بتفكر بعقلها أكتر إنه فعلا هو ممكن يموت، ولو مات هي هتتصرف ازاي؟ هتكون صرفت كل اللي حيلتها. الشيء الآخر إن هو حتى لو عايش هل هيعوضهم ولا لأ؟ موضوع يمكن يبدو محسوم قوي، وإنه ازاي ما بتفكريش في جوزك، بس لما بتقعد تفكر فيه ممكن تلاقي إن الست دي عندها حق، وإن هي مش سيدة بشعة قوي كده. لو انتوا مكانها هتفكروا ازاي، او هيكون ايه رأيكم؟